الكرة يا صلاح، صلاح جول، صلاح جول، صلاح جول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ على طول كرة ملعوبة. ادي علي غزال يلعب كرة امامية، استلام حلو قوي محمد النني في المساحة. ادي امامنا هنا علي غزال كلمة السر حتى الان اللي مدي حرية المساندة من وسط الملعب. ادي الاستلام، يا ولد يا ولد يا ولد، تحرك روعة في اللقطة الماضية، واستلام رائع من مروان محسن. غاب عن التسجيل ولكن يسجل مع منتخب مصر. مروان محسن اي متعة، اي لمسة. التحرك هنا والهدف ياتي للمنتخب المصري في خطأ في التمركز طبعا لدياباتي وايضا لكاتوكوري ومامادو سولي، لكن شوف الاستلام ومروان امامنا هنا يسجل في هذه اللقطة هدفه في هذه المباراة. طبعا مروان محسن، بص الاستلام يا ولد، النني هنا انطلق حلو قوي. ده الهدف الدولي على فكرة الخامس لمروان، و50 مباراة خلال بقى الفترة من 96 حتى 2018. أيمن أشرف في انطلاقة في الجنب الشمال، أيمن أشرف عاملها حلوة قوي، حارس المرمى كسالي داوودة، وادي الفرصة يا ولد أيمن أشرف، أيمن أشرف، أيمن أشرف في هذه البداية والانطلاقة في مباراته الدولية السادسة وهدفه الدولي أمامنا هنا الثاني بعد ما سجل في مرمى الكويت. أيمن أشرف هنا الكرة بتكافئه على مجهوده وعلى أدائه، وكسالي داوودة ظن بأن الأمور لن تمر للمنتخب المصري بسلام بعد ما ضيع محمد صلاح، ولكن الطريق الى مرمى كسالي داوودة. لكن بص الكوره، بص التمريره يا ولد، حاجات احمد حجازي الحلوه معموله جميله. محمد حمدي كل دي اسماء، وبص الدفاع بيعمل ايه، بص الدفاع بيعمل ايه، وركله جزاء جديده هنا في هذه اللقطه، في هذه اللحظه ركله جزاء لتريزيجيه. وادي امامنا محمد صلاح، مش ممكن بقى ترتد للمرة الثانية، لكن المرة دي محمد صلاح يسجلها ويصبح ثالث هداف في كرة القدم المصرية للمرة الثانية. يتصدى الحارس لركلة الجزاء، لكن الفولو والمتابعة من محمد صلاح توقعها كسالي داوودة، ينقذ في الدقيقة الثانية ركلة الجزاء وينقذ في الدقيقة 28، لكن هذه المرة يأكدها صلاح في الشباك. ادي كسالي توقعها وعلى طول المرة دي الكرة في الشباك. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث. مهرجان الأهداف، هل نتوقعها النهارده فيها هاتريك؟